ما هي تصور. هاي القصيدة اسمها طلالية البروة التي كتبها محمود درويش في حياته عندما أراد أن يعود إلى البروة، فقال فيها: أمشي خفيفا كالطيور على أديب الأرض كي لا أوقظ الموتى، وأقفل باب عاطفتي كي أصبح آخري، إذ لا أحس بأنني حجر يئن من الحنين إلى السحابة. هكذا أمشي وكأني سائح ومراسل لصحيفة غربية، أختار من هذا المكان الريحة، أختار الغياب لوصفه. جلس الغياب محايدا حولي وشاهده الغراب محايدا. يا صاحبي، قفا لنختبر المكان على طريقتنا. هنا وقعت سماء ما على حجر، وأدمته لتبلغ في الربيع شقائق النعمان. أين الآن أغنيتي؟ هنا كسر الغزال شباك نافذتي لأتبعه إلى الوادي، فأين الآن أغنيتي؟ هنا حملت فراشات الصباح الساحرات طريق مدرستي، فأين الآن أغنيتي؟ هنا هيأت للطيران نحو الكواكب إسخرة، فأين الآن أغنيتي؟ أقول لصاحبي: قفا لأجل المكان وكفره بمعلقات الجاهليين الغنية بالخيول وبالرحيل. لكل قافية سننصب خيمة، ولكل بيت في مهب الريح قافية، ولكني أنا ابن حكاية الأولى. حليبي ساخن في ثدي أمي، والسرير تهزه عصفورتان صغيرتان، وأبي يبني غدي بيديه. لم أكبر فلم أذهب إلى المنفى، لم أكبر فلم أذهب إلى المنفى. يقول السائح: انتهت الزيارة. يقول السائح: انتظر اليمامة ريثما تنهي الهديلة. أقول: تعرفني وأعرفها، ولكن الرسالة لم تصل. ويقاطع الصحفي أغنية الخفية: هل ترى خلف الصنوبرة القوية مصنع الألبان ذاك؟ أقول: كلا، لا أرى إلا الغزالة في الشباك. والطرق الحديثة هل تراها فوق عنقاد البيوت؟ أقول: كلا، لا أرى إلا الحديقة تحتها، وأرى خيوط العنكبوت. يقول: جفف دمعتيك بحفنة العشب الطري. أقول: هذا آخر يبكي على الماضي. يقول: انتهت الزيارة. لم أجد شيئا أصوره سوى شبح. أقول: أرى الغياب بكامل الأدوات، ألمسه وأسمعه ويرفعني إلى أعلى. أرى أقصى السماوات القصية. كلما مت انتبهت، ولدت ثانية وعدت من الغياب إلى الغياب.